أنا أحمد عبد العزيز، نحات مصري، أستاذ في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. والحقيقة قطاع الفنون التشكيلية المصري كمسؤول عن كل فنانين مصر التشكيليين وكل الحالة الجمالية في مصر. بيعمل لي احتفاء بمرور 60 سنة على بدايتي لرحلة الإبداع، وخاصة يعني في فن النحت، بعد مسيرة طويلة جدا حفتها برضو الموهبة وأثقلتها بالعلم، يعني لغاية ما وصلت إلى درجة أستاذ بالجامعة. سعيد جدا جدا باستضافتي في برنامج جاليري حول العالم، برنامج مهم جدا لإتاحة الثقافة التشكيلية العالمية، ويعني تقديمها للجمهور المصري والعربي. وبشكر طبعا صديقي المخرج الكبير جدا إسماعيل بكر على تشريفه لي النهارده في المعرض، ومعاه الكابتن طيار ناصر الخرجي واصدقائي، ويعني اهتموا بشغلي وعايزين يقدموه بشكل منهجي وعلمي واحترافي، بحيث ان النحت كمان مهم. النحت ده عباره عن كتله من الضوء، وازاي النحات وبيشترك معاه المخرج او المصور الفوتوغرافي بانه يقدمها في ابهى صوره ليها، وهو ده التاثير البصري المطلوب علشان نقدر ننقل بيه الموضوع او الفكره او الفلسفه الجماليه اللي هي اصلا هي هدف من اهداف برنامج العظيم ده. المعرض بتاعي الاستيعادي 60 سنة 60 عام من الفن، بيقام في جاليري أو قاعات مركز الجزيرة للفنون التابع بالزمالك، التابع إلى قطاع الفنون وزارة الثقافة. والحقيقة أنا سعيد جدا بهذا الاحتفال والاحتفاء اللي هم فعلا عملوه لي باقتدار. وأنا بعرض فيه مجموعة من أعمالي النحتية اللي هي انتجتها من خلال مراحل عديدة جدا على مدى 60 عام، بداية من سنة 1961 لغاية 2022، ما بين تخللتها الأعمال من القرية على حدث العبور العظيم، على تأثري طبعا وعمل ستايل أو منهج أو أسلوب ليا بيعتمد كل شوية وبيتطور مع كل أحداث ومع كل أفكار ومع كل صقل علمي، ومع تخصصي كأستاذ للنحت الميداني أو فنان في الحركة التشكيلية المصرية والعربية والعالمية، لأن أنا عرضت بره في الخارج وليا مقتنيات في متاحف في أوروبا وفي أفريقيا وفي السعودية، آسيا. الحقيقة دي البداية الثانية اللي أنا بعتز بيها بتاعتي في رحلتي الإبداعية، لأن سنة 73 قبل حرب 73
كنت انا داخل على السنه اللي بعديها هبقى في البكالوريوس. كلنا بنفكر في ازاي نعمل فكره جديده لمشروع البكالوريوس، فكانش متاح ليا، وكنا طبعا ما قدامناش غير حرب الاستنزاف اللي انا رسمتها في اختبارات القدرات، اول اختبارات قدرات، ونجحت فيها ودخلت الكليه، وما بقاش قدامي غير يا حرب الاستنزاف، ودي يعني برضو كانت مقالمة المصريين مش ما بتشفيش غليلهم عشان يستردوا كرامتهم، او قدامي بقى موضوعات الريف او الحاره الشعبيه او الباليه او الرياضه او اي موضوعات اخرى انسانيه. فالحقيقه انا كنت قاعد مع والدتي الله يرحمها في البيت، هي بتعد فطار رمضان، وانا قاعد بدور بقى في الاسكتشات اللي انا عايز اعمل لها موضوع. وفي سكتشات عندي في البيت فيها الرياضه وفيها الحاره الشعبيه وفيها الحاجات دي. وفجاه والدتي دخلت عليا بتقول لي: يا احمد، جيش مصر عبر القناه. نطيت من الفرح وبقينا سعداء انا وهي جدا. و يعني قلت لها: الحمد لله انت بشرتيني بحاجه مهمه جدا، وهو ده هيبقى مشروع البكالوريوس بتاعي. فرحت معايا وكده، وقعدت تتفرج عليا وانا مسكت الورق وقعدت اعمل السكتشات دي. فانا النصر هو تخلص من الهزيمه. الفن البدائي فن فيه التخلص والاقتصار والاكتفاء، يعني تلاقي الناس كده عامله زي الرماح. فجربت كده ان انا اعمل الفيجرات، ما عجبنيش الاوضاع بتاعتهم، فقلت طبعا هرجع لغايه ما ادرس الحاله بتاعت الجنود الحقيقيين واقدر استلهم منها الحاله. عملت جنود بيعبروا الهضاب والجبال والطيارات ماشيه زي ما بسمع في الراديو، بس ما كانش فيه يعني لسه صور للتلفزيون جت. وبعدين انا عملت عمليه خلط او مزج من الاستغناء اللي هنا ده والاكتفاء الى الحاله الهندسيه الجيومتريكال دي للاجسام، مع السهم مع الرمح مع الهرم، مع طلع لي الشكل اللي هو هيسود بعد كده في كل الاعمال بتاعتي، اللي هو الشكل المسلوب. الشكل المسلوب سهل التعامل وسهل الاختراق وسهل ان الحركه، وهو ده اللي حصل فعلا في الانتصار. فرحت واخد منه الحاله بتاعت الجنود بتاع العبور ديت، وهم فرحانين، مليانه اقواس ومليانه اشكال. ما فيش اسلحه، ما كنتش لسه اعرف الاسلحه هي ما ايه، اديني بسمع وخلاص انهم عبروا. والاقواس بتاعت الفرحه بتاعت وهم بيهللوا الله اكبر للنصر، والهضاب اللي هم يعبروها. وبقت حاله، وده اتكبر وبقى مشروع البكالوريوس بتاعي اللي انا خدت فيه امتياز ممتاز مع السنوات وكده. وطبعا دخلت على الطياره اللي هي انسنت الطياره وخلتها بتقتنص او يعني الحاله بتاعه الانقضاض بتاع الطائره ده في الحرب. فحتى وانا بشتغل وهي لسه طينه يعني. المنتج النهائي كان ده، وبعد قبل الصب يعني بعد كده انا صبيت الشغل حجر صناعي واتثقل، والحقيقه فقد للاسف في المكسيك، سافر وما رجعش. فكرة وأنا صغير كان والدي الله يرحمه والدتي والعيلة، احنا بقى نروح البلاد الرئيسية اللي هي الريف بتاعنا. والريف المصري في فترة الخمسينات والستينات كان في أوج جماله، وكل المناظر والنيل والبيوت والناس اللي عايشة جوه البيوت، وده موجود اهو. البيوت عبارة عن إنسان، والإنسان عبارة عن بيوت، في كل الحكايات والبنايات المعمارية الريفية اللي بالطين، الدهاليز والحواري والأشكال الريفية، وكل ده في شخص أو إنسان ممدد في البيوت الريفية بكل
المعاني والحنايا والحنين اللي موجود والحب في القرية. الحقيقة دي البداية الحقيقية ليا، البداية الأولى اللي أنا سعيد بيها جدا، لأن في زيارتي للقرية شفت الحياة المصرية الهادئة والطيبة بتاع الناس والروح الجميلة في الحياة، والناس كلها بتنتج، والناس كلها فيها قناعة، والناس كلها فيها خير. فالحقيقة ده مهد عندي الهدوء النفسي، وإن أنا أستطعم أو أتذوق، خليها أستطعم بقى الحياة الريفية الجميلة جدا. فابتديت سنة 61 أو 62 أعرف إن أنا عايز أسجل الحاجات الجميلة الحلوة دي. فده أنا عندي مجموعة كبيرة من ده، إنما اخترت ده على أساس إنه فيض الفلاح وهو بيروي أرضه ومتعايش مع الحيوان، متعايش مع الأشجار والنباتات والمية وكمان الآلة، والفلاح جايباله الأكل من البيت ومستنياه عشان يستريح من التعب. والحقيقة فكرة هنا بقى إن أنا بقيت الفكرة البناء اللوحة أو العمل ما بين الدايرة وما بين الهرم وما بين المربع وما بين التيوب ده. يعني ده إحساس بأنه جايب المية من هنا، الخط الأفق مش عارف أنا حاطه إزاي. إذا الريف هو علمني، أو المنظر الريفي مش منظر مسطح. أنا حبيت أعمل المنظور ده عشان أقول إن الريف فيه جميع المكونات اللي ممكن ناخد منها عشان نعمل الفنون الحديثة، والرؤية دي هي اللي هتنعكس بعد كده في أعمالي النحتية. سنة 60 الحقيقة كانوا ابتدوا يعملوا، كان بيتنا على النيل في مدينة شبين الكوم. والحقيقة أنا يعني لو سمح لي المخرج الكبير إسماعيل بكر إن احنا هنبقى ناخد الأعمال دي ونعمل لها ديسكرايب أو شرح لظروف إنتاجها بالتفصيل، بس احنا بنعمل نوع من الإيه يعني الرحلة كده سريعة حوالين الأعمال كلها. سنة 60 ابتدوا يعملوا الكورنيش بتاع النيل، ففي الأقاليم والمدن الرئيسية زي شبين الكوم جابوا صحيت الصبح لقيت فيه أحجار كده دبش موجودة قدام البيت، احنا مستغربين هيعملوا إيه. فعرفنا بعد كده إن هم يدبشوا شط النيل عشان يبنوا كورنيش النيل. فجمعت شوية أحجار وابتديت يعني أشتغل عليها رأس طفل. وكان والدي الله يرحمه عنده أدوات وعنده عدد وعنده حاجة استخدمتها وعملت الأشكال ديت. من ضمن برضو الحاجات اللي في الريف المصري أو المدن كان في حاجة الشوار بتاع العروسة، يعملوا زي الهودج كده وينقلوا العفش بتاعها والمخدات والأكل والسبيتة اللي فيها الأكل والبتاع والزير بتاع المية والأكل بقى الفراخ والبط المتحمر وكل التجهيز بتاعها على جمل معمول ليه كده شرب يتمروح في الهواء يعمل فرحة كده بساطة. فالحقيقة كان ليا أختي الكبيرة يعني ورتني إن ده ممكن يبقى مش باللون، بالقماش، كولاج. ما كنتش أعرف كلمة كولاج. فجبنا شوية قماش من البيت، كان كل بيت بيبقى فيه مكنة خياطة وقصاقيس، وقعدت أقلد كده جمل على الحيطة واصلح واعمل بالقلم عشان في حاجات مرسومة اهي، ونقص ونلزق بالنشا اللي كانت عملته مامتي الله يرحمها عشان الصمغ كان هيبقع. فقالوا لي لا النشا أحسن عشان مش هيبقع. فالحقيقة دي لوحة بعتز بيها جدا 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 ولها ذكريات جميلة معايا. دي السمكة برضو حجر. هنا يعني هبتدي بقى نقف وقفات على
صلة برضو العبور وتأثيره عليا. حرب العبور دي عملت يعني نقلة جامدة جدا عندي في الأفكار. مش لازم الحرب، لا، يعني أنا العبور عمل عندي حالة إيه؟ حالة عبور الحاجز. كلنا في الحياة، الشعوب والإنسان عايزة تعبر من حالة إلى حالة، حالة الهزيمة إلى النصر، حالة اليأس إلى التفاؤل، حالة السكون إلى حالة الحركة، حالة الحرب إلى حالة السلام. وبيشارك الإنسان في الرحلة الجميلة دي الطائر اللي هو قدره، أو أي حاجة تهمه، أسراره، أمنياته. أنا يعني مش لازم يكون ده معنى الطائر، إنما هو رحلة. حتى بالنسبة للفن المصري القديم، فكرة رحلة الإنسان إلى الآخرة أو العالم الآخر كانت كلها فكرة الانتقال من حالة إلى حالة. هو العبور عمل لنا حالة التفاؤل دي، عبرنا من الهزيمة إلى التفاؤل، مش إلى النصر بس، إلى الأمل في بناء مصر الحديثة اللي احنا عايشينها دلوقتي. ففكرة الانتقال من وراء الحاجز إلى أمام الحاجز هي فكرة مستلهمة الحقيقة أثرت فيا، وده اللي خلاني بعد كده هعمل في حاجة في الفن التجريدي اسمها مش التبسيط ولا التحوير، لا، في حالة أخرى اسمها التحويل. وكل حالة من الحالات دي هي حالة مهمة جدا في بناء الشكل، لأن بعد كده هيمتزج الأفكار والرؤى بالعلم. يعني مكنتني بقى الدراسات في الماجستير والدكتوراه ولغاية الأستاذية إن أنا أجري وراء تفسير هذه المصطلحات اللي هي سبب في تطور شكل المنحوتة مش التمثال. فده مهم جدا. الحقيقة أنا بحب الحتة دي لأن هي تقريبا مصر، يعني هي اسمها نهر النيل. بس أنا لما جيت أعمل نهر النيل عملته مش هو المية بس، الناس مفكرة النيل هو المية، لا، النيل هو حجر مصر كلها، بالشطوط، بالمياه، بالناس، بالمراكب، بالطيور، بقدس، بالقبلة أو الوقار بتاع الحنيات اللي موجودة في الريف، والسلام بتاع العمارة الريفية والشبابيك بتاعتها اللي بيسكنها الحمام، والسمك الخير اللي عايم في حجرها، والمراكب اللي هي شايلة، يا ترى دول ناس المراكبية، الناس الأقدار رايحين للقدر بتاعهم اللي هو إيه؟ الجلال بتاع القبلة أو الحرم أو الحنية أو العمارة اللي هي الأم، يعني وهي بتحتضن كل اللي ساكنين على أرضها من جميع العالم. يعني هي مصر بلد بتجمع
كل حاجة فيها بيبقوا ضيوف بس يبقوا من أهلها. فأنا حبيت أعمل الحضن ده. وكان زمان أنا شفت ده أيام النيل فيضان وأنا صغير، شفت إن الناس وهم لما النيل بيجيب الطمي كانوا بيطلعوه على الشط من هنا ومن هنا، يعملوا بيه جروف كده من عشان النيل ما يتردمش من جوه. وده بعد كده يستخدم في الغيطان، يترش في الغيطان ويخص بالارض يعني. فانا حتى في التكاشر اللي انا بعملها هي عباره عن جرف الطمي بتاع النيل على الشطين، وبيوسع وعمل حضن كده وعمل يعني عماره جميله من الاحتضان والحميميه والحب والخصوبه كمان يعني. فده نهر النيل في بنائيه جديده من البيوت الريفيه المصريه الاصيله يعني. هنا ده الحلم، اي شكل فيه امتداد هو فيه الموت او النوم او الحلم. فانا اخترت مفهوم الحلم. مفهوم الحلم ده هو عباره عن ان الجسم بيترتب من اول وجديد، وبتتوزع التوازنات بتاعه الكتل حتى بتاعته، بتصحح مواقعها وبنصحح الافكار، وبنبقى في منظومه كده موسيقيه سلسه الرؤيه. وطبعا الشكل الغريب ده لان احنا بنشوف احلام غريبه وبنشوف يعني بننام كده. حاله النوم هي نفسها حاله ربنا سبحانه وتعالى خالق حاجات انت لما تقعد تتعمق فيها، يعني ايه الحياه وايه الموت وايه النوم. يعني فكره النوم دي رساله من ربنا بقدرته باعتها للانسان علشان يخليه يستريح، وكمان وهو نايم يستمتع كانه بيشوف كمان سينما او بيشوف حاله جديده. يعني بيعمل فلتريشن لينا. الحلم ده الاحلام الجميله طبعا، ودايما الناس الحلوه وقلبها حلو تحلم احلام حلوه، فكله برضه بحسابه يعني. فده معنى الحلم يعني. القطعه دي حلوه جدا، انا بحبها برضه. كنت سافرت بعد ما خدت جايزه بناء للقاهره، المركز القومي للفنون التشكيليه كان ده الاسم القديم بتاعه، بعتني في سيمبوزيوم. يكاد يكون ان انا اول واحد يعني ترشح في السيمبوزيوم بره. قبل ما كلمه السيمبوزيوم دي، الكلام ده كان سنه اوائل 87. ورحت المونتينيجرو دي على الادرياتيك، ولها صخور عجيبه جدا، مش له رخام وله حجر جيري وله حجر رملي، حجر لونه غامق. وعملنا تمثال كبير في الحديقه بتاعه مدينه او قريه دانيلوجراد. فالحقيقه بعد ما خلصنا عملوا لنا حفله شوي كده على الجبل وبتاع، وجابوا لنا واحده بتغني، وانا طبعا لا عارف هي بتقول ايه ولا حاجه، انما عجبني في الجو والجو الجبلي ده والفرحه بتاعت انتهاء السيمبوزيوم، وكلنا فرحانين وبنحتفل ببعض. كانت هي بتغني حاجه انا مش عارفها، بس الموسيقى بتاعتها وصوتها كان جميل جدا. حاله انسانيه فريده كده. فالحقيقه سجلتها في التمثال ده، وعملت بقها بان هو في الغاز ولوغاريتمات انا مش فاهمها، وكمان الحنجره بتاعتها عليها النوته الموسيقيه واللولي اهو اللولي اللي كانت لابساه. بالليل كان طبعا ليه حاله، والحلق بتاعها والعينين بتاعتها اللي فيها تعبير معين يعني. الحقيقه انا بشكر المخرج الكبير اسماعيل بكر على استضافتي في البرنامج العظيم بتاعه اللي هو جاليري حول العالم، بما يعرضه من أعمال الفنانين من كل أنحاء العالم، وبيعرضوا للمتذوقين والباحثين عن الجمال. إن شاء الله يبقى معانا لقاءات كتير نعرض فيها بقية أعمالي، زي الأعمال الميدانية اللي أنا اتنفذت في الميادين أو المدن الجديدة أو المنشآت العامة زي مجلس الوزراء المصري.